واحد زي شيكو بنزا لعيب يا جماعه جاي في الطريق، لكن دايما متطرف على الخط. شفت لما دخل في العمق في اول الشوط الثاني وخد تعليمات ان هو يعمل حاله من اللامركزيه مع اخوان الفينا، ظهر بشكل كويس وسجل هدف. ماليش دعوه بخطا من ابو جبل او خطا مش من ابو جبل، لكن انا بتكلم في الحته ايه، ان هو مغير مركزه وعمل يعني لا مركزيه مع اخوان الفينا ودخل العمق سجل هدف. هنا بتتكلم هنا على التحرك بدون كوره اهم من التحرك بالكوره دلوقتي في الكوره الحديثه، زي ما بنتفرج في كل الدوريات وخاصه في الدوري الانجليزي. اما بنشوف ارسنال نشوف ليفربول، الحاله اللامركزيه او التحرك بدون كره مهم جدا. بنشوف نجمنا طبعا المصري محمد صلاح مع ليفربول بيتحرك بدون كره ازاي. هنا تشغل العقل قبل تشغل عقلك الاول، كره عقل اما تتحرك. هنا قيمه اللعب، يعني شفت اخوان 2000 قد ايه اللاعب البرازيلي، لكن لعيب يا جماعه متمرس، الكره في رجله تحب تتفرج عليه. لا تقول الواد ده، لا الواد ده عالمي، الواد ده عالمي قوي. وتسلم العين اللي جابته، تسلم يا جون ادوارد، انت عبقري يا جون ادوارد، احييك من كل قلبي. وطبعا مازال طبعا في اخطاء دفاعيه في الزمالك، لكن الزمالك النهارده احسن بكتير جدا من مباراه المقاولين في التحرك. عبد الله السعيد طبعا مش هنتكلم عن نجم كبير، شفت اما عبد الله السعيد بيلعب 8 افضل بكتير، كشف الملعب، كشف رؤيه الملعب، بيتحرك بشكل كبير. لكن كل ينقص الزمالك بس التحركات اللي عمر جابر وبنتايج، ما شفناش كرات عرضيه كتير، عشان كده ما حسيناش بوجود عدي الدباغ. ناس كتيره بتتكلم اهو الصفقه وبالونه، يا جدعان هو الراجل لسه لعب. طب فين المسانده؟ المهاجم يعني تساعده، تعمل له كرات عرضيه، تعمل له اوفرات، تخدم عليه. بس المهاجم هيعمل ايه؟ هينزل يدافع ياخد الكوره ويرقص؟ هو كابتن ماجد، معلش يعني مع احترام الناس اللي بتقيم عدي الدباغ من دلوقتي، لاعب كويس. وانا رايي برضو ان ادم كايد جاي في الطريق، صفقات كويسه جدا لنادي الزمالك يا جماعه بصراحه. لكن في لعيبه لسه طبعا مع التمرين ومع لسه مع الانسجام مع بعض اللعيبه في الفرقه، اللي لسه في لعيبه ما انسجمتش لحد دلوقتي في الفريق، زي شيكو بنزا، زي ادم كايد. لسه في لعيبه محتاجه لا تنسجم اكتر وتخش في اكتر في اجواء الفريق وتاخد الثقه. زي النهارده لما بنشوف اخوان 2000 هو رجل المباراه بلا منازع، نجم الشباك. لكن مودرن سبورت بصراحه يعني فرقه كويسه بصراحه، عاملين صفقات كويسه جدا مع كابتن مجدي عبد العاطي. حاولوا ان هم يباغتوا الزمالك في وقت من الاوقات خاصه في الشوط الثاني، لكن اما يعني بعد الهدف التعادل وخاصه في تفاصيل صغيره في المباراه سببها طبعا تالق